لكن خلينا نبدأ بفقرة حصري مع شوبير. النهارده جماهير النادي الاهلي اتفاجئت انه اكرم توفيق خارج القائمه. كان لازم نجري ونسال ونعرف ايه القصه، ايه قالوا الام في الركبه، طب ايه اللي حصل، خبط في حد او اي حاجه؟ لا، ما حصلش، لم يحتك باي لاعب ولا اي حاجه، هو اشتكى من الام في الركبه. دكتور احمد جاب الله، دكتور محمد وفائي على طول فحصوه وطلبوا من الجهاز الفني استبعاده من قائمه مباراه فاركو، لانه بكره الصبح رغم ان الفريق سافر بسلامه الله الى الاسكندريه للقاء فاركو، بكره هيعمل جلسه تاهيل وتقويات. اذا الدنيا تمام اوكي، اذا الالم استمر هيخضع لاشعه، فحص بالاشعه، لانه طبعا هناك اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. قبل كده كان عنده انتوا عارفين 2 صليبي في الركبه، في متابعه لحالته من ساعتها لحد هذه اللحظه، ولكنه الدكاتره مطمئنين بدرجه كبيره جدا انه مفيش ازمه كبيره، وانه كمان من الممكن انه يلحق بمباراه الاهلي والاتحاد السكندري. نتمنى الشفاء العاجل لاكرم، لان اكرم من اللعيبه المحترمين والرجاله الجدعان. الف سلامه عليك يا اكرم. وسام ابو علي مهاجم النادي الاهلي فاضل له 3 أسابيع للعوده للمشاركه. الدكاتره في النادي كانوا متخيلين ان الامر هيكون اقل من كده، لكن لما رجع وبصوا عليه لقوا انه لا، القصه فيها مش اقل من 3 أسابيع. برنامج علاجي، برنامج تأهيلي، لأنه الإصابة دي حصلت له في مباراة منتخب فلسطين مع لبنان في تصفيات آسيا، ودي اللي أهلتهم لنهائيات آسيا وأيضا للدور الثاني في تصفيات كأس العالم. كده وسام أصبح خارج مباراة الأهلي والزمالك، وكان نفسه يلعب المباراة مقرر لها يوم 25 يونيو، لكن وسام الجماهير بتحبه جدا، لكن عنده سوء حظ غريب. اللي بيتقال على وسام بيتقال على الجزيري، سيف الجزيري، لكن سيف الجزيري الامور اهون شويه. هو خارج قائمه الزمالك امام سيراميكا، لكن الجهاز الطبي برئاسه الدكتور محمد اسامه يعني جهد جبار، بيحاولوا يجهزوه للمباريات المقبله، وعنده العضله الخلفيه. كانت برضو في مباراة منتخب تونس قبل السابقة، أو في تدريبات منتخب تونس، لأنه لم يشارك في المباريات. الجهاز بيحاول بكل الطرق أنه يحصل مباراة المصري 17 وفاركو بعدها 21، ولو ما لحقش عايزينه يكون جاهز لمباراة الأهلي يوم 25 يونيو. على فكرة الجزيري بدأ على طول برنامجه التأهيلي بعد ما رجع من معسكر المنتخب التونسي مباشرة. ألف سلامة، ونتمنى للجميع يا رب السلامة والعافية بأمر الله. بص يا زمالك، انا عايز هنا بقى في الفيديو القصير ده كل الاهلاويه يا جماعه سؤال بسيط لاي اهلاوي بيشوفني. حضرتك كاهلاوي متوقع السنه دي دوري نايل الاهلي ياخده ولا ايه النظام؟ يعني انت متوقع ان الاهلي يحصل على الدوري السنه دي، ولا بيراميدز هتعملها بقى وتحقق اول بطوله في تاريخها؟ فكر كده ومستني ردك، بس الاهلاويه وردك خلي بالك هيحدد اذا كنت اهلاوي ولا اهلاوي. فاهمني؟ عادي بقى، انا مش هقول لانه وبتاع عشان ايه ما سهلش الموضوع. انا كاهلاوي متوقع ان شاء الله بنسبه كبيره جدا الدوري اهلاوي ان شاء الله باذن الله، بس انت قول يا رب.